السلام عليكم. الفيديو ده حابة اكلمكم عن شركة هافار. هي شركة للأجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ، وهي دي بيج الفيسبوك تبعها. بالنسبة لي شايفة ان شركة هافار هي شركة موثوقة جدا، وانا جربت فيها الكبة 1500 واط وطلعت تمام، وجربت برضو الاير فراير وكانت تمام. فيا ترى بقى الكبة الجديدة 1200 واط حلوة ولا لا؟ ده اللي هنعرفه سوا. عشان نعرف قررت اختبرها معاكم في 10 وصفات، ولو نجحت هقول لكم رأيي. فيلا بينا نبدأ الانبوكسنج. اول حاجة احب اقول لكم انها متغلفة كويس جدا جدا، طلعت عيني عشان افكها. فبعد معاناة فتحت الكرتونة، واول حاجة لقيتها هي شهادة ضمان لمدة 3 سنين، ده على الجهاز نفسه. بعد كده تاني حاجة لقيتها معايا هي الكتالوج مشروح بالعربي، وبجد واضح جدا، في كل حاجة متوضحة من الألف إلى الياء، مش هيغلبكم في أي حاجة. ونكمل مع بعض. تالت حاجة لقيتها هي المريالة بتاعتها، فكتها برضو لقيتها جميلة جدا زي ما هنشوف مع بعض. بعد معاناة المريالة بجد الرسمة اللي عليها حلوة قوي، وهي نفسها خامتها حرارية تقيلة وحلوة جدا، وعليها الرسمة بتاعتها شكلها جميل جدا، وعليها كمان لوجو الشركة. بعد كده بقى زي ما انتم شايفين هتلاقوا 3 كراتين كبار كده. اول كرتونة دي فكتها، طلعت منها السلاح بتاع خفق البيض والكريم شانتيه. السلاح ده هينفعك في حاجات كتير قوي، لما تيجي تعملي حلويات بالذات هيبقى جميل، وتعملي برضو البيض الاومليت فيه بيبقى تحفة، وهنشوفه مع بعض. تالت سلاح معانا هو السلاح بتاع الفرم، وبجد حامي جدا جدا، حسب يعورك، وحلو ان هو بيتفك ويتركب، ودي حاجة جميلة جدا هتنفعنا في التنظيف بتاعه. ودي على فكرة الميزة دي مش موجودة في الكبة 1500 واط. بعد كده بقى لقينا بقى الكرتونة دي بفتحها، لقيت فيها الموتور، ده الموتور 1200 واط متغلف كويس جدا، والفيشة بتاعته ثنائية، ودي حاجة كويسة هتريحك بدل ما تحتاجي ان انت تستخدمي مشترك. وهنا بقى فتحت معاكم الكرتونة التالتة، فيها الدورق بسم الله ما شاء الله مساحته 2 لتر، والغطا بتاعه كمان فيه ميزة ان هو في الحته المثلثه دي بتترفع لو انتي مثلا بتعملي كيكه وحابه تنزلي بسرسوب زيت، او بتعملي فيها طحينه وهكذا. والسلاح اللي موجود جوه الدورق ده هو السلاح بتاع تنظيف الممبار وتقشير البصل وتقشير الثوم، وكمان ممكن نعمل بيه استخدامات تانية زي الكسكسي مثلا، ان انتي تبسي الدقيق، او تستخدميه وانتي بتعملي الكنافه لو بتبسي فيها السمنه وكده، بتبقى اسرع واسهل عليكي. وفي استخدامات تانية ممكن نعملها. الدورق عليه ضمان 20 سنة وهو ضد الكسر، وانا حتى عماله اخبطه لكم اهو. وحلو كمان في ميزه التدريج اللي فيه ده، جميله جدا بجد. بس قلت لكم قبل كده ان انا جربت الكبه 1500 واط، وهجرب معاكم 1200. بصراحه بعد الفيديو ده انا بعمله بعد تقريبا حوالي شهر واكتر، بعد ما كنت جربت الكبه 1500 واط فتره طويله قوي. وعلى فكره برضو جربت الكبه التانية فتره طويله، يعني الفيديو ده انا متاخره قوي في المونتاج بتاعه حوالي شهرين، فانا جربت الاثنين دلوقتي وانا بعمل فويس اوفر، فاقدر اقول لكم حكمي. بصراحه الاثنين ممتازين جدا جدا، بس اللي هي 1200 احسن بكتير في الاداء من 1500. صحيح هي اقل في الوات، لكن هي ادائها احسن بكتير. ادائها احسن من حيث السرعه ومن حيث القوه، وكمان التركيب بتاعها نفسه اسهل، تركيب السلاح بتاع السكينه نفسها، وكمان السكاكين عشان بتتفك وتتركب، فدي حاجه كويسه جدا بتسهل عليا التنظيف بتاعها. وغير كده كمان الغطا بتاع الدورق نفسه عشان فيه الفتحه المثلثه اللي فوق، فهي بتسهل عليا ان انا احط مثلا سرسوب زيت زي ما قلت لكم. وغير كده تركيب الموتور في الكبه 1500 واط يعني كنت بحس ان هو فيه صعوبه شويه، لكن الكبه اللي هي 1200 تركيب الموتور فيها اسهل. لكن من حيث الاداء فبجد الاثنين بيقدروا يفرموا اللحمه، الاثنين بيقدروا يفرموا الفراخ، الاثنين بيقدروا يعملوا كل حاجه بالظبط، الاثنين نفس الاداء بالظبط في كل حاجه. ولكن هي بس من حيث سهوله الاستخدام، فانا شايفه من حيث سهوله الاستخدام فالكبه 1200 واط الاستخدام فيها احسن. والاثنين على فكره متقاربين جدا في نفس رينج السعر، مفيش فرق بينهم في السعر يعتبر. الاثنين تقريبا كانوا عاملين حوالي 1400 جنيه في الرينج ده، يعني ال 1200 ارخص شويه بس من ال 1500، بس الاثنين تقريبا نفس السعر يعتبر. بس من وجهة نظري يعني الاثنين كويسين جدا، بس اللي ادائها احسن فعلا والتركيب والتنظيف فيها اسهل هي الكبه 1200 واط. وهنشوف مع بعض ان شاء الله في الفيديوهات انا هعمل بيها ايه في الريفيو، عشان نكون جربنا فيها كل حاجه سوا مع بعض. فتابعوا الفيديوهات. باي باي.